ازيكم يا غلابه؟ في الحلقه الاولى من الموسم الجديد من كبسوله الفانتزي. خلاص الدوري الانجليزي هيبدا اهو، وكل واحد عايز يعمل تشكيلته، فانا جاي لكم النهارده بشويه تشكيلات ونصايح نخش بيها الدوري. هنعمل خطه جديده. الخطه 153. قطع الخطه دي، بلاش دي. خطه 154 كده، الخطه دي باظت وملهاش لازمه بقى. الخطه دي شكرا، ملهاش لازمه. نخش على الخطه الجديده. وان شاء الله النصايح دي هتساعدنا نجيب شويه نقاط كويسه، ويلا نلم الجوله في كبسوله. حابين نعلن اننا لاول مره هنعلن عن دوري الغلابه عشان نلعب مع بعضينا، وهيكون دوري خاص بينا مش زي اي دوري تاني لان ليه قواعد معينه. اولا ان هيكون في جايزتين في الموسم، جايزه في نهايه الدور الاول وجايزه في نهايه الموسم. والدوري بتاعنا مش هيكون زي اي دوري. اول حاجه ان الاول على الجوله هنقول اسمه في الحلقه الاسبوعيه بتاعه الفانتزي، وهنديله لقب معلم الجوله، وهنتصل بيه في حلقه الجول سنتر. والاخير هنقول اسمه في الحلقه برضه، وهنديله لقب القهوجي. وطبعا في قاعده مهمه احنا نسينا نقولها لكم، ان احنا الدوري بتاعنا هيكون من غير هالاند. مش هتتمنع تخشه لو حابب تحطه في التشكيله، بس هنحطك في قائمه الاحبه، يعني هتبقى حبيبنا زي بولا كده. لو حابب تنضم لنا في دوري الغلابه ده الكود بتاع الدوري، ولو مكسل تكتب الكود خده كوبي من الكومنتات. طبعا في اي تشكيله من تشكيلات الفانتزي لازم تلاقي على الاقل لعيب من 5. هم ال5 لعيبه دول هم اغلى 5 لعيبه في اللعبه، وهم هالاند طبعا اغلى لعيب في اللعبه، وصلاح وكين وارنولد ودي بروين. عادي ممكن تلاقي في لعيب او 2 أو 3 منهم في التشكيله بتاعتك. فتعال نشوف شويه تشكيلات انا محضرها عشان نساعدكم. اول تشكيله فيهم هي تشكيله في وجود هالاند، ومعظم اللعيبه الثانيه هي اكتر اللعيبه الاونر شيب بتاعها عاليه. زي ما احنا شايفين عندنا في حراسه المرمى بيكفورد، حارس مرمى ايفرتون اللي كانت السيزون اللي فات تعبانه جدا وكانت بتنافس على الهبوط، بس انا متوقع لهم السيزون ده مع شون دايتش اداء كويس جدا. والحارس الثاني هو ستيل، حارس مرمى برايتون، الحارس المتميز جدا في التمريرات سواء الطوليه او القصيره، وده سبب كبير في قوه برايتون مع ديزيربي. احنا ممكن نستغل ان اول 3 ماتشات ليه سهلين ونحطه اساسي. الدفاع بقى عندنا جابرييل مدافع ارسنال اللي ماتشاته الاولانيه سهله جدا برضه، والاونر شيب بتاعته عاليه. وستونز اللي جوارديولا ما بيخرجوش من الملعب من السنه اللي فاتت. استوبينيان الظهير الطائر اللي مع اللعبه كلها تقريبا عشان هو عنده حلول هجوميه كتير، وكمان ماتشاته الجايه سهله. لوك شو اللي كان عامل موسم خرافي السنه اللي فاتت، اول 3 ماتشات ليه كويسين جدا، وهو اكتر مدافع في اليونايتد بياخد بونص. نيجي بقى لبالدوك، مدافع ب 4 مليون بيلعب في شيفيلد يونايتد واساسي. نيجي بقى لنص الملعب، فعندنا راشفورد اللي لا غنى عنه بعد موسم اسطوري، وكمان معانا ميتوما الياباني الاقرب الى قلبي، وساكا نجم ارسنال الاول اللي كان بيشوط البلانتيات وهو اهم لاعب في منظومه ارسنال. يجي بقى لبرونو فرنانديز اللي كان عامل ثنائيه خرافيه مع راشفورد، يا اما بيصنع له يا اما بيجيب الجون هو. وبونديا نجم استون فيلا اللي كان عامل موسم كويس جدا السنه اللي فاتت، بس ما نكذبش على بعض كده كده هنحطه دكه. نيجي بقى للهجوم، معانا الفايكنج النرويجي هالاند اللي لا غنى عنه في اي تشكيله في الدنيا، ده نسبه امتلاكه 85%، انت فاهم يعني ايه؟ ومعانا برضه داروين نونيز اللي عمل موسم اول ضعيف شويه، بس انا متوقع له الموسم الجاي هيبقى قوي جدا وهيكسر ارقام كويس. اما بقى ويسا نجم برنتفورد اللي بعد ايفان توني بعد ما توقف هو اللي هيبقى النجم ان شاء الله. فانا شايف ان التشكيله دي متوازنه جدا في وجود هالاند، وفيها عناصر قويه كتير حتى في الدكه. نيجي بقى للتشكيله الثانيه، التشكيله دي لو انا حابب اخد ريسكات شويه بس برضه معايا هالاند. في حراسه المرمى زي ما احنا شايفين معانا اونانا اللي جاي من انتر ميلان في صفقه كويسه جدا، وكده نبقى مغطيين دفاع مانشستر يونايتد. والحارس الثاني عندنا اريولا نجم وست هام، ده ب 4 مليون بس. وفي الدفاع عندنا ستونز زي ما قلنا، وستوبينيان دول ما تلعبش فيهم، خليهم زي ما هم. معانا بقى تشيلويل اللي متوقعين له ان هو يعمل موسم جامد جدا مع تشيلسي، وبالدوك بما انه رخيص واساسي فهو معانا برضه. ومعانا بقى اهم لاعب في التشكيله كلها وهو بولا اللي اكيد هيعمل موسم اسطوري مع ولفرهامبتون. في نص الملعب معانا الكوري الجنوبي هيون مين سون اللي في الغالب لو كين مشى هو هيبقى نجم الفرقه وهيكسر الدنيا، بس هو في الغالب مش هيمشي عشان ليفي محتاج فلوس كتير. ناكامبا كده كده ده لاعب دكه يعني عادي. ومعانا برضه في التشكيله ساكا وراشفورد وهافرتس الوافد الجديد للجانرز، بعيدا يعني عن الكورتين اللي ضيعهم في ماتش السيتي اللي فات. في الهجوم معانا هالاند وداروين نونيز مع اللاعب اللي انا متوقع له موسم جامد جدا وهو جاكسون لاعب تشيلسي. الولد ده عامل بري سيزون قوي جدا، بس زي ما قلنا التشكيله دي تشكيله ريسكات بس. تعالوا بقى نحط لعيب بريميوم كمان مع هالاند مع ارنولد اللي احنا استغنينا عنه في التشكيلات الثانيه عشان نعرف نوازن بقيه الفرقه، وهوريكم لو انا عايز اجيب
الاتنين لعيبه دول مع بعض هنعمل ايه؟ زي ما احنا شايفين في حراسه المرمى بيكفورد واريولا، الدفاع ستونز وستوبينيان ولوك شو وارنولد، واللاعب باير اللي هو كده كده دكه يعني بس عشان ب4 مليون. نص الملعب فهيكون ميتوما وراشفورد وساكا، وايزي نجم كريستال بالاس الاول بعد ما مشى زاها راح الدوري السعودي، وفودن اللي لو لعب اساسي فهو بيروح على الجون كتير وبيصنع كتير وبرضه بيضيع كتير. في الهجوم عندنا جاكسون اللي قلت لك ان انا متوقع له موسم كويس جدا، وهالاند طبعا، ولاعيب دكه كده اسمه موراما ب4.5. عيب التشكيله دي ان انت ما عندكش مهاجم من ليفربول اللي هو لو فتحت معاهم اجوان انت اتبهدلت يا معلم. نخش بقى لتشكيله ثانيه وهي تشكيله في وجود هالاند ودي بروين مع بعض. في حراسه المرمى زي ما احنا شايفين اونانا وستيل، في الدفاع زي ما احنا شايفين ستونز وستوبينيان، جابرييل وبالدوك وباير. في نص الملعب ميتوما وبرونو وساكا واندرسون ودي بروين. شايفين عيب التشكيله اللي فاتت صلحناها في الهجوم وجبنا دلوقتي داروين نونيز، وطبعا جنبيه هالاند وجاكسون. فانا شايف ان التشكيله دي اقوى من التشكيله اللي فاتت، وخصوصا ان دي بروين نزل الماتش اللي فات وهيرجع يلعب اساسي تاني. تعال نشوف بقى لو كين ما مشاش من توتنهام هنعمل ايه. هنجيب تشكيله فيها كين وهالاند مع بعض زي ما احنا شايفين في التشكيله. في حراسه المرمى بيكفورد وستيل، في الدفاع زي ما احنا شايفين جابرييل وستوبينيان وبالدوك ولوك شو وجافارديول. تسالني هجايب جافارديول ليه؟ اقول لك دول جايبينه ب 100 مليون تقريبا فاكيد هيلعبوه اساسي يعني. في نص الملعب ميتوما وبرونو وساكا وناكامبا وبوين. بوين اللي ممكن يكون خيار كويس جدا الفتره الجايه وهيبقى ديفرنشال كويس. في الهجوم بقى حاطين الدبابه كين على الفايكنج هالاند ولاعيب دكه كده مش مهم. انا عايز اقول لك ان انا عندي بتاع 5-6 لعيبه ما بيطلعوش من فرقه، اصل دول الاونر شيب بتاعتهم عاليه جدا وانت لو طلعتهم مش هتتبهدل حتى لو ما عملوش حاجه. نيجي بقى لتشكيله فيها الفرعون المصري مع الفايكنج ايرلينج هالاند. زي ما احنا شايفين في حراسه المرمى في بيكفورد وستيل، في الدفاع هنلاقي جابرييل وستوبينيان وشو وبالدوك معاهم جافارديول زي التشكيله اللي فاتت بالظبط. نص الملعب الثلاثه اللي عندي ما بيتغيروش ميتوما وبرونو وساكا، ومعانا ناكامبا وصلاح. الفرعون المصري صاحب الارقام القياسيه الكبيره من ساعه ما جه البريمير ليج. انا شايف ان انت ما ينفعش تطلعه من تشكيلتك عشان هو حتى لو وحش هيجيب نقط برضه. وفي الهجوم جاكسون وهالاند وموباما. طب انا بقى مش عايز هالاند وصلاح بس، عايز هالاند وصلاح وترينت. تعال نبص على التشكيله دي. حراسه المرمى بيكفورد وستيل، الدفاع ارنولد وستوبينيان وجابرييل وبالدوك ومعاهم كمان باير. نص الملعب هتلاقي فيه صلاح وساكا وبرونو وميتوما ومعاهم كمان ناكامبا. الهجوم معايا ويسا وهالاند وموباما. تشكيله بتضمن لك 3 لعيبه بريميوم بس للاسف الدكه بتاعتك ضعيفه جدا وممكن ما تلعبش اصلا ومفيش فلكسبيليتي في الخطه. يعني لو عايز اجيب لاعب جامد شويه صعب قوي ان انا اجيبه في الخطه دي. نيجي بقى لحبايبنا اصدقاء الصفحه اللي عايزين ما يلعبوش بهالاند. جايب لكم اقوى تشكيله من غير هالاند، يلا بينا نشوف. معانا في حراسه المرمى بيكفورد واريولا، الدفاع بالدوك وجابرييل وستوبينيان وجافارديول وباير. انا بقى اشوف ملحمه نص الملعب دي. تخيل نص ملعب فيه سون وصلاح ودي بروين وبرونو وساكا، دول رايحين يعلنوا الحرب مش يلعبوا كوره. وفي الهجوم عندك داروين نونيز وجاكسون ولاعيب دكه كده مش مهم. فالتشكيله دي لو انت حابب تخاطر وما تلعبش بهالاند فهي قوية جدا وفي الغالب مضمون ان انت تجيب نقط، بس خد بالك انت بتلعب ضد 85% من اللعبة، فانا ما انصحش بيها عشان اي جون او اسيست من هالاند انت هتتبهدل، او تلعب بيها وتدعي وتصلي كل يوم ان هالاند ما يعملش حاجة. عايزين بقى الناس في الدوري بتاعنا اشوفكم بالتشكيلات دي. انا عارف ان التشكيلات معظمها شبه بعض وهي كلها تمبلتس، بس دول اكتر لعيبة مميزة واكتر لعيبة نسبة امتلاكهم عالية. عشان ما تتبهدلش من اول الدوري خليتك في المضمون. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يا رب اكون فدتكم واشوفكم في حلقة جديدة وسلام.